إذن أظهرت دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية أظهر ارتفاع قيمة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار ليحتل المركز الأول في بورصة قيمة اللاعبين، متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسي وهداف توتنهام هاري كين، بما جاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني عشر. بورصة اللاعبين باتت كأحوال الطقس تتقلب ما بين صيف وشتاء، وإن عرفت بعد الاستقرار خلال السنوات الأخيرة بسبب القطبية التي كرسها ثنائي ميسي ورونالدو، فإنها اليوم تشهد انقلابا في القيم السوقية. خلال دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، لم يظهر البرتغالي ضمن لائحة الأعلى قيمة، وفي الريادة يتربع نيمار على العرش. النجم البرازيلي صاحب أغلى صفقة في التاريخ ارتفعت أسهمه بشكل لافت، أمر يبدو منطقيا إن أخذنا بعين الاعتبار ما ارتكزت عليه الدراسة من عوامل ترجيحية، وأهمها عمر اللاعب ومدة عقده مع ناديه. نيمار في سن ال25 وبعقد يمتد حتى 2022 ترتفع قيمته لتبلغ 288 مليون دولار. بعده مباشرة يظهر في اللائحة ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين الأول، لم تتأثر قيمته ببلوغه 30، وعقده الجديد يربطه ببرشلونة حتى 2021. أما قيمته الحالية حسب الدراسة فتبلغ أكثر من 273 مليون دولار. القفزة الكبرى سجلها هاري كين مهاجم توتنهام، احتل المركز الثالث في الدراسة بقيمة بلغت 263 مليون دولار، بفارق ضئيل عن نجم باريس سان جيرمان الصاعد كيليان مبابي. الغزال الفرنسي ارتقى إلى المركز الرابع وقيمته تتجاوز 260 مليون دولار. الدراسة التي شملت الدوريات الخمس الكبرى وضعت النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني عشر كأعلى اللاعبين العرب والأفارقة قيمة خلال الفترة الحالية بمبلغ يناهز 190 مليون دولار، فيما تراجعت قيمة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو لتبلغ حسب الدراسة 108 ملايين دولار ليحتل المركز ال49، وهو ثاني أفضل مركز للاعبي ريال مدريد في هذه الدراسة بعد إسكو صاحب المركز ال45. في الجولة 18